السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالتي النهاردة للمربين، بقول لكم حاولوا ما تدخلوش مع أولادكم في صدام. يعني ايه؟ يعني ما تدخلش معاه في تحدي، لانك هتقل من نفسك قوي وهتطلع الطرف الخسران رغم انك الطرف الاقوى، بس اللي معاه العند بيكسب معروف. تعال افهمك اكتر. بقصد بكلامي الاب والام اللي بيبقوا توصلوا لقرار تربوي صحيح بس بيعلنوه كله بسلطات وبابا غنوه قدام الطفل. كأن يقرر الأب منع الطفل من الشاشات عشان حاسس إن سلوكه الفترة اللي فاتت بقى عنيف شوية، فيجي يقول قدام الطفل للأم عشان هي اللي هتنفذ: مفيش شاشات لحمادة الفترة اللي جاية لحد لما سلوكه يتظبط. حمادة ساعتها مش هيجي في باله حاجة غير عليا وعلى أعدائي. انت تعاقبني أنا؟ انت للأسف عملت عقلك بعقل طفل رغم ان قرارك صحيح، بس غلطت غلطة حفزت عنده العند والتحدي، وهيبدأ يعمل السلوك اللي اصلا كان مضايقك بزيادة، وهو عارف ان العقوبة هتكون حرمانه من حاجة مفضلة ليه. بس هو دلوقتي مفيش اي حاجة اقوى من العند والتحدي اللي عنده، وانت ما استفدتش حاجة بل خسرت طبعا. في مربي يقول لي شبشب بيخلص الدنيا دي كلها في دقيقة. كلامي هنا للمربي اللي بيحاول يربي طفل سوي. طب والحل؟ الحل في الغرف المغلقة، يعني غرفة المداولة، يعني بينك وبين الأستاذة الأم الفاضلة. أنا قررت كيت وكيت وكيت، وتنفيذه يكون بالانسحاب التكتيكي، يعني واحدة واحدة وبهدوء. بس كده، مع السلامة.